تقييم لعيبه الزمالك عقب الفوز على اوتوهو 2-1 والصعود لسيمي فاينال الكونفدراليه. حارس الزمالك 0/10. بعد الفيديو ده بشويه كده، بعد نص ساعه بالظبط هعمل لكم فيديو عليه، ف0/10. محمد ابراهيم ماتش هايل جدا، دفاعيا هايل مميز جدا، قافل الجبهه بشكل كويس، هجوميا كان عامل ماتش لحد ما جيد، محتاج بس يزق نفسه شويه في الحته الهجوميه، لكن اجمالا محمد ابراهيم من نجوم المباراه رايح جاي، هناك عمل ماتش حلو قوي وهنا عمل ماتش حلو قوي. محمد ابراهيم النهارده يستحق 7/10. حسام عبد المجيد من وجهه نظري احد رجال المباراه، ماتش حلو جدا خصوصا بعد الطرد بتاع الحارس. كان واقف جون، هو اللي كان واقف حارس مرمى، بصراحه عمل ماتش مميز جدا جدا. حسام عبد المجيد النهارده اديله 8.5/10. محمد اسماعيل نفس النظام، عن ماتش كويس، عنده بعض الهفوات الصغيره لو ياخد باله منها يشتغل فيها بشكل كويس. يعني محمد اسماعيل برضو مكسب للزمالك لما بيكون في تركيزه، يعني محمد اسماعيل يستاهل 7/10. محمود بن تايج شوط اول مميز جدا، عرضيات وكروسات وطالع بالكوره وماشي وبيتحرك وعامل جبهه كويسه، هو ده محمود بن تايج اللي انا عايزه. الشوط الثاني اداؤه انخفض شويه لان هم ركزوا على جبهته، وبصراحه ما كانش في حد بيعاونه بشكل كبير، فمحمود بن تايج النهارده يستاهل 6/10. محمد شحاته ماتش حلو، لكن محمد شحاته بيزودها برضه، مازال بيزودها، ويعني بيأفور في بعض الحاجات وتسبب في كوره كده، مش عايزك يعني المكسب بيغطي على حاجات كتير، لكن ركز يا شحاته لان في حاجات غلط بتحصل منك كتير في الملعب بسبب الزيادات اللي انت عايز تعملها في الكوره. محمد شحاته يستاهل 6/10. عبد الله السعيد زي ما بقول دايما راجل خارج التقييم، يعني لعيب كبير ومساهم في الهدفين اللي الزمالك جابهم واشتغل بشكل جيد جدا، ولعيب كبير، لعيب كبير صراحه. محمد فتوح شوط اول مميز، بيسهل خروج الكوره، احيانا تحسه مش مركز لكن هو دايما موجود، دايما حاضر، ودايما لمسته للكوره بتسهل لك خروج الكوره من الملعب. فاعتقد فتوح شويه اللي لعبهم النهارده الشوط الاولاني والجزء الشوط الثاني اللي لعبه، يعني اعتقد يستاهل 6.5/10. كمان بزيرة اشتغل ناحيه اليمين شويه، بعد كده اتجه ناحيه الشمال وكان بيخش في القلب كتير، اللمسه الاخيره بزيرة تفرق معانا كتير، لكن انت واحد من العناصر المميزه، واحد من العناصر الكبيره، واحد اللي احنا معولين عليك حاجات كتيره جدا. انت ارقامك اللي عاملها السنه دي كان ممكن تبقى ضعف الضعف لو كنت عندك اللمسه الاخيره بشكل احسن، لكن اخوان بزيرة يبقى من اللعيبه المهمين. 6/10. ده الدباغ بيجيب جون، لعيب مميز، بيرجع يدافع، بيشتغل حلو، لعيب كويس، انا بحبه بصراحه ومبسوط بيه. ويعني هقول كلمه، خوان عدي الدباغ ومحمود بن تايج هيحلوا ازمه نادي الزمالك في المستقبل، ولا تعليق. عدي الدباغ يستاهل 7/10. ناصر منسي، هتفضل ناصر منسي الاسطوره اللي احنا عارفينها وحابينها، لكن عايزينك تسهل اللعب، العب السهل، العب الشغل بتاعك اللي انت بتعمله، بلاش تلعب بضغوط. انت احيانا بتعمل اسيستات اكتر ما بتجيب اجوان، ودي حاجه بتبقى كويسه ودي حاجه مميزه فيك. العب السهل وسهل الامور عشان ربنا يسهلها عليك. ناصر منسي النهارده اديله 5.5/10. التغييرات عمر جابر ما لحقش يلعب، لكن عمر نازل برضه بيلعب بهدوء قوي شويه، ما عندوش الحماس والحميه. يعني عمر جابر انت لعيب كبير، انت كابتن النادي يا عمر، انت لو خدنا بطولات السنه دي ان شاء الله انت اللي هترفع الكاس يعني، فلازم يكون عندك حميه اكتر من كده شويه. عمر جابر اديله 2/10. احمد ربيع نزل لعب شويه، كان بيضغط وبيصد وبيدافع وبيحاول يطلع الكوره لقدام، يعني شغال. 4/10. ادم كايد نزل حاول يشتغل برضه، بيمشي بالكوره شويه، بيحاول يلعب كوره لقدام، لسه ادم كايد محتاج برضه يشد شويه يرجع زي قبل الاصابه. 3/10. احمد شريف عايز يعمل كل حاجه في الكوره، يعني انا امكانياتي في 1 2 3، ما ينفعش اعمل 4 5 6 هم مش موجودين عندي. فاحمد شريف برضه محتاج يلعب السهل، يلعب السهل اكتر من كده. يعني في لعيب في احد الانديه بياخد الكوره يديها لاقرب حد ليه، يعمل كده وواكل مع الناس يعني وتمام. احمد شريف 2/10. سيف الدين الجزيري بعيدا عن لقطه انه وقف جون وتحمل المسؤوليه وحاجه حلوه ونسقف له ونقول له هايل وبرافو، لكن سيف الجزيري ياخد -10. لاعب لا يصلح انه يلعب كوره في نادي الزمالك، قلتها كتير وبقولها وهفضل اقولها مع كامل احترامي للالتراس ومحبين سيف الجزيري. الكورتين اللي جوله النهارده خصوصا كره الانفراد يعني تخلص ماتش، كانت هتحطك في ازمه كبيره جدا. زي ما قلت ايمن امير عبد العزيز يلعب اولى من سيف الجزيري بمراحل، لعيب مصري وبياخد فلوس بالمصري. في حته فلوس ورزق دي مش بتاعتي، ما بحبش اتكلم فيها، بس بكلمك يعني ما بدفعلوش حاجه من جيبي، لكن ايمن امير عبد العزيز كل ثانيه هياخدها هتبقى افيد لينا من وجود لعيب زي سيف الجزيري في الزمالك. واعتقد ان مع نهايه الموسم لازم الزمالك يشوف صرفه في سيف الجزيري، لا يصلح للعب كوره في نادي الزمالك نهائيا. ويبقى رجل المباراه وكل مباراه هو جمهور نادي الزمالك. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، وبالتوفيق للزمالك، وانتظروا فيديو قادم لمحمد صبحي قوي جدا ان شاء الله.